لكن طبعا التاني مش عايز يسكت. المهم في حد وفق ما بين الاتنين واتقابلوا، وعشان حسن يلم الموضوع اخده وعزمه على الغدا، وبقوا ما فيش اي مشكله، بقوا اصحاب. خلص الموضوع على كده؟ لا. الموضوع بعد كده انه عدى 10 ايام، وبقى الشاب ده برضه يعني متربصته في كل حته، وبيقول له انا مش هسيبك وانا لازم نلعبوا مع بعض جوله. وطبعا زي ما قلت لكم حسن مش عايز مشاكل، فكبر دماغه وما بقاش بيسال في الموضوع. لحد ما في يوم من الايام كان عنده فرح واحد صاحبه، وراح الفرح ده وقايل لاهله في البيت ان هو مش هيتاخر عشان يرجع يقعد معاهم. واخد واحد صاحبه وطلع وراح الفرح. لكن بعد ما الفرح خلص التاني اتصل بيه، وفضل يتصل بيه كذا مره، وقال له انا عايزك تقابلني عشان نلعب مع بعض جوله، ومن الاخر كده لازم تيجي، وانا هقابلك في شارع شلتوت اللي هو طبعا موجود هناك جنب المنطقه بتاعته. وطبعا حسن كان رايح مفكر ان كلمه جوله دي حاجه عاديه، ان هو مثلا يعني هما كده كانوا متصافين مع بعض ومفيش مشكله.